هاتي بقى نص كيلو من اللحمة كده وقطعيه مكعبات صغيرة، وفلفل مفروم مفروميه، او ممكن تجيبيه جاهز كده مفروم من عند الجزار. تمام كده. الخطوة الجاية بقى هاتي كده 5 كوبايات من الطحين بالكوباية المعيارية، عليهم كوبايتين وربع من المية، نص معلقة من الملح، باكت من الخميرة الفورية او معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقتين من الزيت، واعجني لمدة 5 دقايق. قسمي بقى العجينة بتاعتك كده، انا هقسمها ل6 قطع، هنعمل مع بعض النهارده وصفة تحفة، كبير وصغير بيحبها. قطعناها ل6 قطع كده وهسيبها على جنب 10 دقايق ترتاح. حطيت على اللحمة 100 جرام من الدهن، نص كيلو من البصل المفروم، 3 قرون من الشطة المفرومين، نص معلقة من السبع بهارات، ونص معلقة من الفلفل الاسود وبس. قلبي مع بعض بقى الريحة تحفة. هقسم بقى العجينة ديت كده برضو ل6 قطع. هجيب اول قطعة عجين كده بدأت يعني قطعتها، وهجيب اللحمة كده زي ما انتم شايفين بفردها نص فردة كده على نقطة زيت على الرخامة. حطي بقى العجينة وقفلي حلو قوي كده بالشكل ده كده. تمام كده. هاتي بقى اول قطعة عجين انت حشتيها باللحمة، وابدأي على طول مباشرة كده افرديها وش وظهر بالشكل ده، عشان تضمني ان اللحمة تكون مفرودة في العيش كله، تعملي اجمل عيش بلحمة او حواوشي اسكندراني. دهنا الصاج بقى زيت ومدخلته بقى فرن كده على الرف اللي فوق النار كده برف على درجة حرارة 200، بياخد معاكي 10 دقايق 12 دقيقة يطلع معاكي احلى عيش بلحمة، ريحته بتقلب الدنيا، طعمه خطير.